تخيل ان انت فاتح ورشة وبتستقبل اي عربية عطلانة وبتروق عليها. اذا كان انت مثلا عايز تغير كاوتش، عايز تغير زيت، عايز حتى تغير موتور كامل، عايز اللي انت كل تفصيلة في اللعبة دي هتكون موجودة. اي حاجة ممكن تجي في دماغك موجودة. ضبط الزوايا نفسه موجود يا باشا. كل حاجة موجودة في اللعبة دي. اللعبة دي لعبة عالم مفتوح، لعبة بعد ما تظبط ممكن تطلع برضه ايه تخمس باصحابك زي الفل يا باشا. في الحلقة دي هنستقبل العربيات. واحد مثلا عربيته عطلانة عايزين نروق له عليها، واحد الموتور بتاعه فيه مشكلة هنروق له عليها. بس في الحلقات الجاية هنشتري عربيه من اول وجديد ونظبطها. يعني هنجيب عربيه مثلا فيت، ولا عربيه مثلا ايه عربيه حديد بمعنى الكلمه، واحنا اللي هنزيب الموتور، هنجوب الموتور، واحنا اللي هنظبط الشكل من بره، واحنا اللي هن ايه واحنا اللي هنعمل الكاوتشات، واحنا اللي هننزلها، واحنا اللي هنروق على الدنيا يا باشا من اول وجديد خالص خالص. فبسم الله الرحمن الرحيم نشوف هنعمل ايه في اللعبه دي. وبسم الله الرحمن الرحيم اول ما دخلنا يا باشا اقول لك اختار ايه، يعني خزنه الملابس هتختار ايه، هتلبس ايه النهارده. فالدنيا ايه معايا طبعا ايه، انا راجل مفلس، فانت هي نفس الفلينه طبعا كل حاجه بفلوس. انا كنت فاكر ببلاش يا جماعه، اطلع انا كنت فاكر ان انتوا هتروحوا عليا. طبعا ايه هنقعد بالفلينه دي وخلاص. هنعمل ايه طبعا؟ بيقول لي ندخل على العالم. المفروض انا هدخل ايه على الجراج بتاعي على طول اللي احنا قاعدين فيه. طبعا ايه هعرفكم عليه. طبعا لسه بسم الله الرحمن الرحيم بنبدا. دخلنا يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين دي الورشه بتاعتي. اعرفكم طبعا دي المكان بتاعي. طبعا لو انتوا عايزين تاجوا عندي ولا بتاع طبعا هقعدكم هنا. وطبعا مفيش تلفزيونات، احنا الناس فقيره. طبعا هدخلكم بقى المكان اللي بنام فيه. طبعا ده يا باشا ايه، بص بقى تلفزيونات ومروق عليكم مروق عليكم. ده طبعا ايه بنام فيه. طبعا ده المطبخ بتاعي. طبعا طبعا الجراج بتاعي ده هو حياتي كلها. فطبعا ده ايه لو بغير زيت باجي باخد الزيت من هنا طبعا واغيره تحت في العربيه. طبعا انا بتكلم يعني بجد ما فيش كل حاجه موجوده طبعا ايه. وهنا طبعا ايه لما عايز اخزن حاجه اي حاجه يا باشا موجوده هنا في المخازن بتاعتي. كل حاجه يا باشا موجوده. فبسم الله الرحمن الرحيم ده المكان بتاعي اللي عايش فيه. طبعا عايز انام. طبعا احنا ناس ما عندناش سرير، يعني ناس يعني الدنيا لسه معاها ايه، لسه بنبدا لسه بمشوار. فبنط هنا يا باشا وبنام على طول. ننزل بقى تحت عشان اوريكم الدنيا ماشيه ازاي. بص بقى اول حاجه إيه عايز قبل ما نبدا حاجه. طبعا دي تقدر العربيات تشتريها. طبعا العربيات دي تقدر تعدل عليها بقى، تمسكها يا باشا تبداها من اول وجديد من اول صفيحه تبدا بقى نعمل فيها. طبعا دي الحاجات دي في المستقبل لما يكون معانا فلوس. احنا لسه ملط معانا 25000 جنيه دول مشونا. بسم الله الرحمن الرحيم. دول ايه طبعا ده الجهاز اللي بيغير الزيت. ده طبعا هتحطه لو عايز تغير زيت. طبعا ده الجهاز على ما اعتقد اللي بيزود الكاوتشات، على ما اعتقد ده اللي بيزود الكاوتشات. وطبعا دي رافعه تجيب العربيه فهترفع يا باشا العربيه هنا. وده طبعا ايه ده بتاع الموتور. هتجيب الموتور لما تيجي تركب الموتور فلازم تحطه هنا عشان ايه تعرف تظبط الموتور طبعا. وده ده بتاع تغيير الكاوتشات. طبعا انت عارفينه اكيد شفتوه يتشال كده هنجربه برده. وده بتاع ظبط الزوايا. يعني الدنيا ايه يعني ايه صارف ومكلف. طبعا هنا طبعا ايه المكان بتاع التعديل. عايز اظبط لون، عايز مثلا اغير لون حاجه، فالدنيا هتكون ماشيه معايا النهارده. فبسم الله الرحمن الرحيم نشوف اول واحد او اول زبون معانا. يعني عايز يعني نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم عايزين نجمع يعني فلوس بحيث ان احنا المره الجايه لما نشتري عربيه ونعدل عليها يكون معانا فلوس اللي احنا نعدل عليها ونشتري مكن ونشتري فلوس. نشتري فلوس ازاي يعني قصدي اللي احنا يكون معانا فلوس اللي احنا نشتري الادوات والمعدات والمكن طبعا والمقاعد والدنيا دي كلها تحت العربيه الجديده اللي هنعملها. فبسم الله الرحمن الرحيم اول واحد بيقول لي ايه، نبدا بالميديم. ولا هي سهله خالص ولا ايه هي ضعيفه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. عربيه فيت صغيره اللي احنا ممكن نشتري واحده زيها في المستقبل. نشتري بس احنا يعني الدنيا ماشيه معاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل ده مطلوب مني ايه في التاسك بتاعي. يعني انت اكيد مديلي ايه اللي انا ثانيه نخش كده ونشوف الراجل ده طالب مني ايه. اول حاجه بيقول لي ان الخزان بتاع الوقود مخروم باين ولا ايه ولا عايز يتغير. فالمنطقه اللي احنا نغيره له. وخزان ايه يا عم الخزانات بتاعتك كلها متسربه. وخزان بتاع التوجيه او وبرضه في الحته دي برضه ايه حاجه تاني. طب حاجه تاني انت في العربيه مكسره بتاعتك دي المحرك في حاجه اوبا المحرك برضه المكبس بتاعه ايه بايظ. والغطاء الاسطواني والدنيا معانا يا باشا ايه حلوه. فيا باشا ايه نخش ونجيب الادوات اللي احنا عايزينها. اول حاجه طبعا هو بيقول لي حاجه في الخلف باين ايه هي المكسره. وريني كده. خش كده ابص يا ابني يا ابني يا ابني اهو هو ده باين عايز يتغير اهو. بص الدنيا ده جايه معاه فهنروح نجيبه على طول عشان ما ننساش. اهو دي الاجزاء اللي احنا عايزينها واللي احنا لازم نروح نجيبها دلوقتي. حالة الزيت حلوه مش محتاجه حاجه. ده غطاء الجذع باين اللي احنا عايزينه هو ده باين هو ده باين. اشتريه يا باشا واستخدم على طول يعني فاهم انت. انت فتحت ما تفتحش غيره بقى. ايوه شيل انا رميته بالغلط ماشي شيل ده بس. ما تفتحوش شيله. بيقول لي انت لازم تشيل ده الاول. استنى وطي طب وطي لازم تشيل الجناح. الجناح طبعا هنحطه بعدين. ارمي بس ارمي الجناح هنا. رميناه. ونجيب الايه ايوه ده اللي لسه مشترينه جديد ده. برضه ارميه هنا. ما استنى نشيل القديم الاول. ونعمل ده كده ده القديم فنرميه بقى هنا.
فاهم؟ هرتب الدنيا بس بعد ما اخلص، ما تقوليش انت عكيت الدنيا لحقت. ايوه. وده بتاعنا الجديد نحطه بقى ايه، نحطه هنا. يا سلام عليك، يا سلام يا سلام وانت رايق. بص، والجناح بتاع الراجل برضو عشان برضو ما نكونش احنا ايه نقصنا حاجه منه، لا الجناح بتاعك زي ما هو اهو. وهنحطه لك اهو بسم الله. وادي الجناح كده خلصنا على الحاجات الخارجيه اللي هو عايزها. تعال نشوف برضو ايه الحاجات اللي لها تانية. طبعا ايه بيقول ان خزان الوقود مخروم وخزان التوجيه والدنيا خربانه معاه. فنروح برضو نجيب الادوات دي، نخش هنا ونشوف الدنيا ايه. فين طبعا اول ما تلاقوه قول لي طبعا في مقاعد في ايه. احنا ايه عايزين نشوف اللي اما تشوف الحاجات اللي احنا عايزينها قول لي. ده باين ده فيه برضو ايه، ده فيه مشكلة برضو على ما اعتقد. ده فيه مشكلة، نرجع برضو ونكمل بقية التسوق بتاعنا. اهو خزان التوجيه المعزز ده برضو فيه مشكلة انا فاكر. شفته برضو لمحته. خزان الوقود برضو فينه، خزان الوقود برضو فيه مشكلة. خزان الوقود فيه مشكلة اللي هو بتاع البنزين يعني فيه ايه، شكله مخروم ولا حاجة. فاحنا لازم نتغير عشان الراجل ده ايه ماشي بيناقب بنزين. فما ينفعش ما ينفعش. مكبس، انا فاكر ان احنا عندنا برضو مشكله في المكبس على ما اعتقد قريتها يعني. فلا عندنا مشكله في المكبس برضو. عندنا برضو فين يا عم اللي هو خزان الوقود. خزان الوقود فين؟ مش لاقيه. لا يكون يا جماعه انا انا حاسس ان هو عدى عليا وانا ما خدتش بالي منه. بص والله العظيم قدامي يعني، انا اللي كان شغال يقول له اهو قدامك يعني، لا مؤاخذه يعني ما خدتش بالي. اعمل لك ايه اعمل لك ايه، خدتش بالي. اشترينا الحاجات دلوقتي اللي ايه ده. العربيه راحت فين؟ العربيه طلعتها فوق يعني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ثانيه. فين بقى خزان الوقود بقى؟ انا حاطه بقى عشان بس الدنيا تكون ماشيه معايا تمام. خزان الوقود هيبقى ورا اهو. خزان الوقود، شوف سبحان الله. خزان الوقود هيبقى ورا. ارمي بقى ايه المصدي من المخروم ده ونجيب بقى ايه الجديد. خزان الوقود اهو. وندوس ايه، وندوس اللي احنا نمسكه ونركب على طول. ركب يا باشا على طول خزان الوقود كده احنا خلصنا خزان الوقود. في بقى خزان التاني ده اللي على ما اعتقد ده في الكبوت. في بقى برضو حاجة تاني، انا لو اللي هو بتاع الايه البتاع الطويل ده اللي احنا اشتريناه مش عارف اسمه ايه كده. فايه احنا برضو لازم نجيبه. ايوه. اخيرا لقيته، اخيرا لقيته. تقول له عبد الرحمن انت كنت بتدور عليه؟ اقول لك ايوه انا مش لاقيه. بيقول لي لازم تفك الحتة دي عشان تجيبه. ابص الحتة دي الحتة دي الحتة دي. ثانية عشان الليلة طلعت ايه مش. بص اهي. ده فلازم تفك اللي ايه اللي جاي من هنا. اهو حديدة ماسكاه من الناحية دي. بالراحة يا حبيبي بالراحة، طبعا فيها دقة. فانت لازم ايه، فكينا دي ارميها هنا دي عشان محتاجينها دلوقتي ما ترماش. وتغير طبعا ايه، غير يا باشا وشيل. الحمد لله اتشالت. يعني الحاجات اللي خلصنا منها ارميها جنب ايه، جنب الخزان الوقود ده. ونخش هنا على المخزن ونجيب فين احنا اشتريناها ايه البتاعة الطويلة طول دي. ايوه هي دي، هي دي اشتريناها ويستخدم يا باشا. ونروح حاطينها ايه في الحتة دي. حاطينها على طول. يا سلام عليك يا عبد الرحمن وانت مروق عدينا. بس في ايه قطعة احنا رميناها فتحناها عشان ايه نعرف ايه نعرف نحطها. نعمل كده. وعلى ما ايوه بس مكانها فين، مكانها ابن لذينه برضو عشان اطلعها. حوار. في برضو ايه حاجة مصدية تاني. ايوه مشعب العادم الايه الايسر. مشعب العادم الايسر. فنرمي برضو المشعب ده. نرميه هنا. لا الحاجات اللي احنا مش عايزينها يا جماعة نرميها هنا فعشان ايه بس ما يزولش فيها. وفي اسم مش اسمه مشعب الايه العادم الايسر. مشعب العادم الايسر 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 مشعب العادم الايسر. انت ما ايه يا جماعة في الدنيا مشعب العادم الايسر قدامك يا عبد الرحمن. مشعب العادم الايسر يعني الحمد لله يعني. لا اله الا الله. لا استخدم يا عم استخدم يا عم عشان ايه الدنيا. والله انا حاسس ان في واحد دلوقتي يا عم قدامك يا عم قدامك يا عم قدامك فهمت وغطس كده. او في حاجة تانية انا شايفها مصدية. ما انا مغيرته العادم الايسر ده ما غيرته يا جماعة. انت يا ابني مش غيرتك ولا ايه اللي انا شلته ده؟ انا شلت حاجة من شوية وانا مش اشتريت. ما انا اشتريت ايه يا عم. اهو استخدم بقى. انا بعمل اخر تشيك قبل ما انزل العربية تاني. انا حاسس برضو ان في حاجة فايتاني بس ان شاء الله لا. الباقي بقى على ما اعتقد اللي الباقي كله في الكبوت. فهننزل الرفعة دي. انزلي يا فيات وايه طبعا بعد ما غيرنا طبعا ايه وبنجرب الشنطه يعني بنجرب المفاصل ماشيه ازاي. افتح لي بقى ايه الكبوت ده عشان في كام حاجه عايزها تتغير. ده بيفتح الناحيه التانية معلش نسيت. نط لي على العربيه دي وريني عشان انا مش شايف. بس بالراحه كده عشان ايه. في بقى حاجه اسمها ايه. ايوه الغطاء ده شيل بقى الغطاء ده.
شيله لا مؤاخذة، ثانية. ايوه، غطاء الاسطوانة طلعه بقى. لازم افك السير، انا البتاع ده مضايقني يعني. انا اللي انا افتح الغطا ده الناحية دي، مش شيل لي كده الكبوت، ارمي كده. ايوه عشان نعرف نشتغل، بس عشان انا كده ما هقعد انا متكتف فيه كده مش هينفع. ايوه كده بص اعرف اتفرج كده. غطاء الاسطوانة كده نشيله. بيقول لازم تسير السير. السير ازاي بيتشال بقى؟ اشيل يعني ده، اشيل يا عم ده اهو. هيقول لي انت ليه شلته؟ وبعد ثانية افكك العربية. هنشوف اخرتها. برضه مربوط بحاجة هنا. بص. ايوه ايوه. فلتت مني. على الابو دقتكم يا اخي. انا والله بلا اعصابي. حلوة. شيل امها بقى. دي هي دي اللي عامله الازمه دي. ما كانش ليها لازمه دي اللي انا شلتها، بس يلا. يلا بقى اعرف اشيل بقى. اشيلها ولا اشيل الموتور بالمره؟ شيل لي بقى البتاعه دي. غطاء، ايوه هي دي. ارميها بقى. هي دي اللي عامله الازمه، فنرميها مع اخواتها اللي غيرناهم. خلاص لا، ابعد لي ابعد كده. ابعد لي. ارميها برضو تمام. اسمها ايه؟ اسمها غطاء الاسطوانة. ماشي نروح هنا. وفي حاجة اسمها غطاء الاسطوانة نجيبها. غطاء الاسطوانة اهي، ونشتري واحدة جديدة. طبعا هتقول يا عبد الرحمن، طب انت ازاي بتعرف يعني نوع العربية؟ ما انت بتختار بقى نوع العربية قبل ما هنا لا ده، وتقعد ايه تقرب. اهو بص احنا ايه تختار دي، فيختار لك القطع الغيار بتاعتها كلها. طبعا احنا في العربية دي فهنبقى ايه في نفس العربية دي، فهيجيب لك كل القطع الغيار بتاعتها، فهيسهل لي الدنيا. اهو غطاء. طبعا هنجيب ايه الحلوة دي؟ لا احنا عايزين التانية. ايوه ايه اللي لسه مشترينها دي 100. وطبعا نحطها يا باشا اهي هنا. نركب بقى كل الحاجات اللي شلناها دي كلها عشان نطلع. بس لا، في حاجات تاني المفروض يعني ايه. في حاجات تانية نطلعها. في الكبوت في حاجات بايظة. ايوه خزان التوجه انا اشتريته بس نسيت ما احطه. اهو شفت ده نربيه برضه هنا. وبرضه نجيبه احنا اشتريناه بقى خزان ده للتوجه ايوه هو ده. ونروح حاطينه برضه ايه في المكان اللي احنا شلناه. تمام. اختار لي بقى في حاجات تانية برضو انا اشتريتها بس انا ما حطيتهاش لسه. فبرضو ايه شيك لي. طبعا هو بيبان عليها قديم بس انا مش شايف حاجة يعني. انت شايف انت؟ انا مش عارف انت شايف ولا إيه الدنيا. طب نخش نشوف احنا بقى فاضل لنا ايه. بيقول لي الكبوت والبتاع. لا ده استودع الله بقى، استودع الله. اوبا احنا لازم نشيل الموتور. الموتور نفسه اللي جوه الموتور فيه حاجة اسمها مكبس. فالمكبس ده بايظ. فاحنا لازم نطلعه ونشتغل الدنيا. فلا شيل لي يا ابني الموتور ده. ثانية عشان الموضوع طلع كبير، واحنا ايه لازم ايه نحط ده هنا. نحط ده هنا. طلع لي بقى الموتور ده. ما انت ما في مكبس في النص، انت بتقولي في مكبس. حلو. انا شلت كده الموتور على ما اعتقد. ايوه حط الموتور هنا. موضوع كبير شكله. وايه انا عايز اخش بقى في الدنيا. المكبس ده بايظ. انا عايز بقى اطلع المكبس. في مكبس بايظ. في هنا حاجة اسمها مكبس. المكبس ده بايظ. عشان اطلع بقى المكبس ده موضوع كبير، فلازم ايه. A few moments later. فك يا عم دي الاول. ارمي يا عم دي. فككنا الموتور خالص اهو. شوف اخرتها معاكم. ارمي يا عم. فككت الموتور اهو. ارمي يا عم، ارمي يا عم في الارض يا عم. ارمي يا عم في الارض. هو ده. اخيرا لقيته. اطلع يا عم، اطلع يا عم. ده انت عامل لنا مشاكل يا عم. اترمي في بعيد انت لوحدك اساسا. ده انت يا راجل حاجه زي الزفت. كل ده بص فكيت الموتور كله والله عشان اوصل له. فكيت الموتور كله وقاعد شغال ادور وبفتكر حاجه جوه. طلعت حاجه جوه الموتور نفسيه. فقعدت افك اهو. هو ده المكبس اهو الجديد اللي انا اشتريه ورميه. حط يا عم هنا المكبس يا عم. وزي الفل على كده، مش عايزين حاجه من الدنيا تاني. ركب يا عم ده يا عم. ركب يا عم. بسم الله. لا ثانية، ده ما يتركبش الأول يا عم. ثانية يا عم، ده يتركب الأول يا عم. اهو ده يتركب الأول. تمام. وبعد كده ايه تجيب يا باشا ده. خلاص ما انا بقيت خبرة وشغال افكك في الموتور ليا سنتين والله يعني. انت مثلا ايه انا داخل لي في النص ساعة والله يعني الفيديو كامل اصلا ببقى شغال ادور على الكباس ده فين ولا المكبس ولا ايه. ركب يا عم المكان ده يا عم. ادي ركبته اهو. وفاضل اخر حاجة ايه؟ الغطا على ما اعتقد. اللي هو مفيش حاجة تانية نسيتها يعني. على ما فيش حاجة نسيتها على ما اعتقد. الغطا
كل ده قاعد صح عشان كده. اوف الحمد لله. شيل لي بقى الموتور ده كله. الموتور كله اهو، دي الموتور اهو الحمد لله. ركب بقى الموتور، ركب بقى الموتور. تمام. وجيب لي يا ابني ايه في حاجه في الموتور قبل ما ندخله، بس قبل ما نقفل الدنيا. اما اعتقد الموتور الحمد لله ما فيش حاجه في الموتور تاني. الحمد لله يا رب الحمد لله. بقى يجيب لي بقى ايه، يجيب لي الحاجه دي كلها اللي احنا طلعناها. اول حاجه ايه اللي هو الايه الهوائي ده ندخله هنا. تمام الحمد لله. وايه هات لي بقى ايه اللي اسمه ايه ده التوقيت الحزام او الحزام مش عارف انت ايه. الحمد لله ركبناه. وادي ده برضو احنا بتاع الهوا ده شلناه اساسا، بس احنا طلع الموضوع مش منه، بس يلا اتشال مع الشيلة. نحطه برضو. والكبوت بتاع العربية اللي كان مضايقنا برضو نرجعه اخيرا بعد عناء. واقفل يا ابني الكبوت ده الحمد لله يا رب. شوف بقى في حاجة تانية ايه باينة في الحاجة، فيها حاجة تانية. كل حاجة 100% يا باشا صلحناها على ما اعتقد. كل حاجة 100%، كل حاجة في 100%. يا سلام يا سلام راحة نفسية. عايز اسلم بقى العربية دي خلاص زهقت منيها. انهاء الطلب، حالة الزيت تمام، كل حاجة تمام. انهاء الطلب 7. حلو 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 حلو. طب بس احنا الحاجات دي اخدها معاه الحاجات التانية، يعني الزبالة اللي كنا رامينها بتاعته اخدها معاه ابن الذين اخدها والله. كنا زماننا بعناها واستفدنا، بس ماشي. حلو 7.5 في اول اختبار لينا. حققنا يعني حاجات حلوة الحمد لله الحمد لله. يعني عرفنا نعدي من الاختبار الاولاني ده. برضه هنعمل لنا اختبار تاني، بس طبعا ايه في فيديوهات جايه كتير. هنشوف الدنيا ماشيه ازاي مع الناس. اول حاجه سلمنا العربيه، الدنيا كانت ماشيه تمام معانا، كل حاجه تحت السيطره. طبعا كل ده بنستعد عشان ايه السلسله الاحسن بتاعتنا اللي احنا هنجيب العربيه بقى واحنا نعملها من اول وجديد بقى. طبعا ايه هتبقى حاجه عالميه باذن الله. كان معكم عبد الرحمن شاذلي، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وحتى الفيديو اللي ظهر قدامكم ده فيديو عالمي يستحق المشاهده.